بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. عنوان الدرس: الفتوى والمجتمع. هذا هو عنوان درس اليوم. ثم زواروث أد نهضر ذا شو سنت البوسة الفتوى أم كاتن شو درت متي مجتمع. أولا الفتوى، ما نهضر في الفتوى. الفتوى يراد بها إبانة الحكم الشرعي في المسألة المعروضة، بمعنى يجي واحد يقول لك نحتاج فتوى في كذا وكذا وكذا، معنى أنت دورك وأنت تفتي، دور المفتي أن يبرز أن يبين الحكم الشرعي في المسألة المعروضة. المسألة المعروضة مثلا يجي واحد يقول لك هل يجوز هذا مع هذا خاوة، هذا عنده حانوت هذا عنده حانوت خاوة الشقة، بعد هذا بغى يبيع الحانوت نتاعو، باعوا وجا هذا يشفع فيه يقول حبيت نشفعه، يتشفع يلا شكون عنده الحق، هذا ولا هذا ولا هذاك اللي شراه ولا وراه الحق صافي انديلا وقي ذا ثماثني شقيقا سانتي حونا غيسين وقي زنستحانوتيس ولي شوراوك يجمع ساكو يزن زيت يون يقفض يدري منه كلش يساد واقي سكو ساعة الحق سيدي الشافع غالا. الجواب نعم، سيدي الشافع. أما ذي الشرعيث، أما ذي القبايليث، أما ذي القانون الكود سيفيل، هذا نتفرع صافي ثورة لكن السيناقي ما وغلنا الشريعة أتفرون مغلنا الشريعة مشكل. دور الفتوى مهم جدا في حياة الناس، سأذكر بعد حين يعني أهمية الفتوى في حياة الناس، في حياة الأسر والمجتمعات، أو علاقة الفتوى بالمجتمع. صفي الفتوى في تعريفها أولا يراد بها إبراز أو إظهار الحكم الشرعي في المسألة المعروضة. وقيل معنى الفتوى أفتى أبانا. ثانيا أركان الفتوى، شحال الأركان في ركزين الفتوى؟ إلا الركن الأول المستفتي. المستفتي معناه السائل، ولكن يستقسان اسميس المستفتي نغ اسميس السائل وقال ركن مزوالو. الركن والسين المفتي، وين راد يفتون؟ ممكن قاصد قضية المفتي إلى قذيلي مادام إلا وين يستقسان إلى أذيلي واد يفكن جواب اسميس المفتي شرط والسين نغ الركن والسين. الركن والثلاثة ذا شوث الفتوى. الفتوى معناه ذا المضمون. الركن والأربعة الإفتاء، يعني لوبيراسيون العملية. إذن هناك المستفتي، هناك المفتي، هناك الإفتاء اللي هي العملية لوبيراسيون، هناك الفتوى لو تكست نتاع الفتوى. قال نفيد السائل بما يأتي بيانه دو بوان، يرجع يقول الفتوى نتاعو كما موجودة. وقي عملية منهجية فقط باش نفوتوا عليها بسرعة. صافي. النقطة الثانية أركان الفتوى. النقطة الثالثة خطورة الفتوى. خطورة الفتوى إلا قص نسمي في العنوان اسمه خطورة الفتوى، لقان زرع شو غير صراجون. خطورة الفتوى، الفتوى خطيرة من عدة أوجه. لماذا؟ لأن الذي أول المفتين هو الله عز وجل. قل الله يفتيكم في الكلالة، الله هو أول المفتين. ثاني المفتين هو الرسول صلى الله عليه وسلم.
ميديو سايون يستقصى في جاوب ذن سيد المفتي ويسين من بعد ربي سبحانه. خاطر ربي القرآن الكريم يفكي هذه الأحكام. مثلا هذا الغرور واقي يرض لي واقي يدريمن الراس يدريمن. أول حاجة اسكو كتبتوه ولا ما كتبتوهش؟ قال الله تعالى في سورة البقرة في الآية 282: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. اكتبوه. فيرسي 282 سورة البقرة. السؤال مطروح: تكتب لا داتا ولا تكتب مرة؟ ما تكتب تسيلها مستكتب مرة يجوز. أثنتر ما تكتب تسيلها إما غير نوتير سورتو ثوار دي الزماناكي ثوار إنسان نوتير دي زيك خدم الورقة عرفية ثقي الدنيا ثقي كاين الموت وكاين الحياة. لذلك التوثيق مهم. وربي في القرآن في سورة البقرة الآية 282 إن يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. أروثت كتبت. ولكن السؤال مطروح: وقلت كتبنا راه ثلث النغ يجوز ما كتبت يلها موت كتبنا راه يجوز. لماذا؟ لأن الآية ذاك فاكتبوها الأمر ليس للوجوب، ذاك ليس للوجوب، إما كما قال العلماء للندب أو كما قال علماء آخرون للإرشاد لولا لوريونطاسيون. لما كان ديقار الشرع يعني ما تكتبم ثاي خير خاطر ثقي الدنيث خاطر لو كان ديري لقى كلشي هذا يكتب صافي نوغالا لجدودنا الوين ساكو ازنوزون اتساغان تفركيوين الطلبات كلش ولا شكل كاغضك يرنا لي كونفيلي الخلافات ماشي مثوره لا يورز ما ينكر زيك اجدادنا كانوا يبرمون العقود بالألفاظ ويعملون بمقتضاها لقوله تعالى في سورة المائدة في الآية الأولى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أنا عاميه كي قال ربي لنا في سورة المائدة كما مونجاجمون سام العقد طبقوه. والعقد سواء كان مكتوبا أو كان شفويا. كلمة العقود تشمل الجميع، العقود العرفية والعقود الرسمية المكتوبة. كل شيء ذان سلامة الآية نغد الآية الأولى من سورة المائدة. وربي قال في سورة قاف الآية 18: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ربي ندير الآية 18 من سورة قاف أين دينا يمي يرى ربي سبحانه وقارس تقبيل ثارقازي توطف سكيرس هذا نفاتي واحد اتصل غاش يخدم لي كونطرا العقود بلا الكاغض بلا النوتير بلا جوج دبين بلا والو سوال اخاطر اول يسعى ازال الاستقبالي سي بون اول يسعى مازال والحوايجنا راه ميم با الكاغض. لو كان خدمين سامبل كومباريزون ثورة الزمان قلنا ولاش الزمان يسعى الكواظم الزمان قلنا ولكن خبرتي كان اسكو صافا با مليح ثرويث بروي. انا ثرويث بروي اخاطر ثرويث بروي سلكاغض كيف افريد نورمال. اما في لا ريكونيسونس ما الا غير نوتير كاينين بعد كيعجب حلا جوستيس واحد الشرع تخمضان كونطرا عقد ايجار كونطرا سير سخانه تاع حانوت
ويتصفغارها كي ما نخرج كل يوم ديوني ساعتي مشوها لكن من لا ساعتي مشوها ما نخرج ما عجبكش الحال روح جوستيس نورمال صافي سي ان بروبليم صافي فعلا اقلا في مشاكل يعني ان شاء الله يكون يهني ربي يهنيه والله ثروي بكل صراحه يعني شوي لنا شو خصنا ندير الخلل هناك خلل تظل تنزل الحمد لله تصوم رمضان ميديو سي بون لا باس مي سافا با مليح اما كي ندار صافا عندنا نظن الحمد لله كان حمد ربي نشكر الخير راه في امه محمد صلى الله عليه وسلم الى ان تقوم الساعه لا يمكن انكار ذلك لكن ايضا لابد من الانتباه الى مواطن الخلل في حياتنا اذا قال ولي ندنه ليك ندن وظن عنده صافي ثاني مسفامه مثلا الفتوى الذي يفتي بعد الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم سقسوها الصحابه نهار اللي يركبوا البحر قال له يا رسول الله هل يجوز باش نتوضاو بماء البحر؟ قال لهم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. هذا حديث فتوى، حديث شريف حامل لفتوى. الناس ما يجوز نغلظوا سوى من البحر، اما البحر من الرغيف مسوسي ثرى. إنس هو الطهور ماؤه، يعني ماء طاهر طهور، معناه يصح للعادات وللعبادات كما شرحنا في دروس الموطأ. ذكرنا أنواع المياه، مياه البحار ومياه الآبار ذكرناهم كامل. لذلك أفتى، هو فتوى وحديث يحمل فتوى. وكذلك الأمر قياسا بالنسبة للأسئلة التي استقبلها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا الفتوى خطيرة، لأنه سيدنا عمر قال أجرأكم على الفتيا أجرأكم على النار. هذه خطيرة. هذه سيدنا عمر بن الخطاب، عمر الفاروق، إن يشوني ساعة الكوراج هذه يفتو هكا أي فتوى صدر ساعة الكوراج جهنم. سي با فاسيل معناتها الأمر. والصحابة عليهم الرضوان حينما يأتي سؤال كل صحابي يتمنى لو أن أخاه كفاه. كل يوم ما قيمك الصحابة ما ديسيونا دي استقسي كل صحابي سيقرا ماذا بك ماشي ذنك، ماذا بك اختيني ذويا. أي غير الصحابة هكذا كانوا يصنعون. لو أن أخاه كفاه السيريم ذات مثنيس نغذي كماس أرى يجاوبون ماشي ذنسا، خاطر الزران مقام الفتوى هو مقام رفيع ومقام خطير. خاطر كي تفتي ذكرنا الآية 18 من سورة قاف: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يا بابا صافي كي تقول واحد حرام ولا تقول له حلال ولا مندوب ولا مكروه ولا مباح، سي اون ريسبونسابيليتي مع الملائكة سجلوها يوم القيامة تقابلها. اقرأ كتابك كما قال القرآن، اقرأ كتابك. سبحان الله، كل منا يقرأ كتابه. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. لو كان نطبق كان الحديث هاكي إذا غانا عسيمنا معناتها يولي يروح الدنيا ولد عسيمان إزدايا ماشي المعيس يولي غلظارة. هذه غلط، هذه اللي مثير ديك هذا كان خاطر نكونوا واقعيين. أنا غلطاك والغلطار دينا، ولكن ما إلا نزرك الدعوة كاين عسيمنا غدايا. قال أخويا نعس روحي درك الآن السادة الأفاضل أنا أكلمكم الآن. نعس روحي باش نعس روحي.
قلت لك سورة قاف الآية 18 لازم يكون مسوري، ممكن غلط. دائما نقول الحق للسادة، يعني نقول لهم والله ما عندي وقت نراجع، ما عنديش وقت نقرا القرآن، ما عنديش. مي الحمد لله حفظناه في الجبل نورمالمون صافا، سورتو في الجامع كي نقول قال الله تعالى تجي الآية سوا نورمال، من دروات غوش نورمال في الجامع، جامع البركة نتاع الجامع. مي ممكن غلط، واللي شاف عندي خطأ غير يقول لي. كاع الآيات الآلاف الآيات اللي سمعتوها اللي يسمع مني خطأ يقابلني قدام الجمهور يقول راك غلط في الآية هذه، عادي كاش مشكل، باسكو ديجا فرصة باش نرجعها وانتهنا، والمصحف راه قدامنا. اسمح لي هذا سين بارونتيز باش نقول هذه مسؤوليات. كي نقول قال الله تعالى وفي السنة سمعتوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يا لطيف، وين غادي يدفن في النبي صلى الله عليه وسلم يعمد وعيد فليتبوأ مقعده من النار، باش واحد ما يقولش قال الرسول صلى الله عليه وسلم هو ما قالش. نهار الناس اللي هذوك اللي ما يخافوش ربي كذبوا على النبي عليه الصلاة والسلام، على بالكم حركة الوضع في الحديث ظهرت. الوضع معنى الذين يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك من قيله لماذا تكذب على الرسول؟ تعرف ايش قال؟ قالوا نحن لا نكذب عليه، نحن نكذب له أصفاغر. معناتو دنسياد فالا في اللاس نند أولي الهان ذا شو نشدث كان الغرس ذا ولي الهان. لو كانت والد ياسين سمحتي أكديني قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. ايوا ولا شكيت على بالك، اخدم الدنيا فيك ما كنت متفضرة واخدم الاخر فيك ما كانت متفزكة. شكون يقول هذا الكلام ماشي صحيح والله غير صحيح مليح، مي ليس حديثا، ما قالوش النبي صلى الله عليه وسلم. هو أحاديث كثير، اقرأوا الأحاديث الضعيفة عند الإمام الشيخ الألباني الله يرحمه وغيره من الأئمة الذين خدموا السنة سلفا وخلفا. خدام السنة طاسي قلنا ساعنا غرفال ساعة داين إلا ودا مخلف الميم أصحاب غرفال ماشي دغا وفاء إلا ودا مخلف. وقد يرد هذا الكلام بعد حين بين المحدثين إن شاء الله تعالى. إذن يا جماعة الخير صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة حينما يأتيهم سؤال يتمنى أحدهم لو أن أخاه كفاه. كل يوم سيقرأ يقول من تابعين إنك أدركت 120 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام الشعبي إنك أدركت إنك قضع غد 120 من الصحابة، يعني 10 سنة. هو ليس صحابيا هو من تابعين ولكن أدركهم. إنك الروماركي اللحظة ثمسلتين كانوا يتهيبون من الفتوى. تساقوذنت مسفهم. والأئمة كثير، الإمام مالك والنهار اللي والإمام الليث بن سعد وأئمة كل واحد عنده حكاية. يأتي مثلا واحد إلى مفتي من مفتي العراق سيدي كذا وكذا لا أدري، قال كيف لا تدري وأنت إمام العراق مفتي العراق؟ كيف ألا تستحي أن تقول لا أدري؟ وشيني مفتي العراق. الناس والملائكة واستحنا الملائكة مسنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. صح كي قال الملائكة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. لذلك ينسب إلى عمر بن الخطاب قال لك العلم ثلاثة، العلم ثلاثة: إما آية محكمة أو سنة هادية أو الله أعلم. فلا واحد العلم إلا ثلاثة الصناف: يا إما آية محكمة
ودينا آية متشابهة، خاطر الآيات المتشابهات محل خلاف بين العلماء، وسيأتي البيان بعد حين. من أسباب اختلاف العلماء وجود الآيات المتشابهات، ولكن هناك آية محكمة. أيضا المسألة مثلا، أي مسألة، هل يجوز الربا؟ لا يجوز. في الدليل؟ قال الله تعالى في سورة البقرة في الآية 275: وأحل الله البيع وحرم الربا. كفوال قد يسيونا حيني سمحي ما يلي ونرض لي وايض يذري من ثم شهوت يسد هو الوقت يذري من ويسعى ما عندوش. هو قال لك الشهر نرجع لك دراهم، ما عندوش. كي جا شهر يجي عندك يقول لك اسمح لي ما نقدرش نخلصك، زيد لي سمانه 10 ايام. واش دير له انت؟ زيد له صحيت، خاطر انت ما شاء الله انت مسلم مؤمن. من الاخرين ماشي هكذا، يستخدموا لا فيولونس، شروعات. نعم، شحال القضايا، لي مناس، تهديدات، الهم. شفتوا الناس اللي بعاد على الدين واش اسيني؟ شوف تعلق، روح سرق البنكه، قلت لي ضرك اعطيني الشك، يعطي له الشك بريسيون، ابري يمدوا البنكه سون بروفيزيون، لا بروسيدور على بالكم. شحال اعطيني الحل من القرآن. ربي قال في سورة البقرة الآية 280 اكزاكت، تلقاها اباج لاباج ادروات دوزيام ليني كي تحسب من تحت تلقاها ثم. راني شوفها. وإن كان ذو عسرة، واش دير له؟ ما تقولوش الشونطاج وشاك سون بروفيزيون، لا. وإن كان ذو عسرة، كملوا، فناظرة إلى ميسورة، فناظرة إلى ميسرة. إذا كان برواية ورش فناظرة إلى ميسورة، ميل رواية حفص فناظرة إلى ميسرة. الآية 280 من سورة البقرة. والله يبارك تفهموا ما شاء الله. شفتوا لذلك يلا يجي كاش واحد يقول لك عندي المرأة نعلقها، ما نطلقها ما والو، نخليها هكذا نسفريها. يلا كاينين اللي يقولوا هكذا، على بالكم. انت واش تقول له؟ تقول له قال الله. ماذا قال الله؟ شكون يجيب لي الآية تاع الضرارة؟ يلا بما دمرنا في جلسة أخوية، يلا جربوا برك شويه الديسك ديور تاعكم. ولا تمسكوا ماشي انتم شاطرين. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. وين جايه هذه الآية؟ سورة البقرة، رقم الآية يا أخي الصفحة أقوش ولا أدروات؟ أدروات الصفحة اليمنى السطر الثالث الآية 231 بالضبط، 231 الآية 231. ربي يقول ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. متفاهمين؟ آية محكمة ماشي محكمة؟ محكمة. وبعدين شوف السنة كي نصقيو للسنة تجري السنة أيضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث خرجه الإمام مالك في موطئه، رقم الحديث نقول الحديث من بعد نسقسيه. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. هذا جابوه الإمام مالك في موطئه. واش من الكتاب؟ في كتاب الأقضية، رقم الحديث 31 تجده الصفحة اليسرى، تلقى في الموطأ 31 في الموطأ.
تلقى هذا الحديث لا ضرر ولا ضرار. هذا أيضا حديث محكم. كنا في آية محكمة. يلا يجي واحد سويسيدا قتل روحه، هل يجوز الانتحار؟ لا، أعطيني الدليل. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ربي يقول ما تقتلوش روحكم. ونقدر منون سويسيدي ثارة سويسيدي ثارة أيغر خاطر ربي كان بكم رحيما. وين جاية هذه الآية؟ في سورة، قول لي برك السورة، سورة النساء، رقم الآية خمشوط تلقاها أدروات على اليمين في الآية رقم 29. 29 جوست قبلها قال ربي حاجة أخرى ثانية حلوة، وطبعا كل كلام ربي حلو. يشوف ترتيب الآيات. صافي الآية اللي سمعتوها الآية 29 من سورة النساء، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قبلها برك الآية 28 ربي قال يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. ممكن الإنسان يعيش حالة ضعف لا فابلس لكن هو تعرف واش يكون نقتل روحي. ما شاهو واحد النهار واحد يسال دراهم لواحد اخر، قال له شوف يا ترجع لي دراهم يا نقتلك. مناس صحيحه. وعلى باله شكون هذا اللي راه يقول له هكذا. تعرف واش دار هذاك؟ راح رمى روحه من القنطره كيما قال هو. مالوريزمون ما ماتش هو صديق، والله غير قابلتهم فاس. هذاك من وهذاك من، وهذاك مكسر. إن هددني بالقتل إن شك نغغ إن كيني درت تونتاتيف دو سويسيد، محاولة انتحار، مالوريزمون مثغار يرز. شو السني غيولنا ني غاسلو كان يموت كل شيء يروح يموت. دراهم راحوا وهو راح، خاسرين كاع في لافير. خليه يعطي لك الكالندري خاصك شويه شويه. إذا جبتوا الآية هذه سورة البقرة، الآية سورة أنت 280 بعد كاين امتحان ابري يغلقوا البيبان ما كاينش اللي يخرج. انت اخويا كنت جبت كمثال صافي الآية 200 خاطر تخاطبك أنت وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ميسورة. تفهمنا جماعة الخير؟ صاحيتو. كنرجعوا للشرع نفريو. إذا كان ما كانش الشريعة يخرج واحد الحديث اسمه طاق على منطق ولا بشطرتك. هذه ثانية عندنا أحاديث أخرى، يعني عندنا أحاديث أخرى رانا هردنا كاع الدنيا بها. عجبتك هذه طاق على منطق ماشي حديث طبعا. يلا صافي لاباس غنمشيو شوية شوية. واش قال عمر؟ ما نسيتش نرجع للموضوع. عمر بن الخطاب قال العلم ثلاثة، قال إما آية محكمة. ربي قال في سورة العمران من الآية 7 قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب إلى آخر الآية. صافي ربي سبحانه قال محكمات كمتشابهات. لانت سين صناف آية محكمة أو سنة هادية. سنة هادية كما ذكرنا قبل حين في موضوع الشفعة مواضيع أخرى. البيعان بالخيار ما لم يتفق ما لم يفترقا. يلا راكم في السوق نيغوسياسيون وبعدين مادام راكم في نيغوسيا براحتك. مي كيفات تقطعوا الكلام كيما يقول لي جون سي بون. هذا هو معنى الحديث. وأخر متشابهات. مثلا
في سورة البقرة الآية 222 أي ثم على بالك وراهي على بالك شكون هي؟ ما على بالكش. هذه مثلا آية تتحدث عن القرء. القرء لو تيرم سي لا تيرمينولوجي في الشرع في القرآن ولا في السنة. نبداوها بالقبالية يلا. في عزازقة واحد كي زعف كيفاش يقولوا له في عزازقة؟ يفقع. يمكن إذا قلتي زوج باش نقار يزعفنا صافي يزعفنا كيف هكا يفقع كاع الزول يغورنا غدا يكون يفقع. ها هو المعنى اختلف. استقبالت صافي لو كان يوم كاع الزول كاين يفقع فلاس صافي دير يرفع فلاس يزعف فلاس. لو كان لاقي كانت شحال سير عزاز شحال كيلومتر 45 ذاك ورنا خاطئ بس الفلاني يفقع معنى يقعد يخلع ياخ المسفها ذي قبايلي كيف ذا مخلفين يسمعوا يلا. لا لونغ فرونسيز ام كيس نلقاو كيس قبايليت هاروميت نغام كيس نلقى ثا فرانسيست نمسفهم يتورقم كيس سماني فرانسيست ثكفريث ثكفريث ديريكت شد نصال الكفر تعجبك هنا اش كيس يروميين كاين قارئ يروميين اللي قارئ كفار صافي ديجا هذه لا تيرمينولوجي. الجامعه نكون قارئ الجامعه ورنا الجامعه استقباليه الجامعه مزافين قارن تمجده ذيك مسجد ذيك تمجده معناه اللغه المصطلح يخلف ووال ديال القران الا ووال كما القران مثلا كلمه القران التفضل المالكيه او الشافعيه نند المراد به الطهر ولكن الحنفيه الحنابله نند المراد به الحيض. هذا وثقي من اسباب اختلاف الفقهاء لانت ايات متشابهات لانت ايات محكمات سي بور سا ربي ناد هن ام الكتاب هو الذي انزل عليك الكتاب يعني القران منه ايات محكمات هن ام الكتاب تيكاس عن يون سونس يون اكيد غير مثيون ايجاد ميس ايجاد باباس الناس امشي على نفكي باباس ديال الناس سي كلير اي محكمه شحال راوين ان سيزيام الدليل عند دينا ربي سوره النساء ولابويه الايه 11 لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد ان سيزيام ايه محكمه مش دايره ايه نظن ايه الكلاله الآية 176 الكلالة اختلفن بكر الصديق يس أي أرض تقلني وأي سماء تظلني أن أقول في كلام الله بغير علم. ولكن بكر الصديق يهضرنا شي قراشو القاع غير يرفذن ذا شوي جني يصرن أمشى ديني غوال الهبه اقلاق ديال الموضوع اسميس الهيبه نغ خطوره الفتوى ادو على عمر بن الخطاب صافي العلم ثلاثه اما ايه محكمه او سنه هاديه او الله اعلم. يروى عن الامام مالك ان تلاميذ ينسى يوم ديك السنه لو اردت ان املا كراستي بلا ادري لملاتها هناك مثل الإمام مالك لو كان يعجب أذكر كاينو لا أدري أشحال سكن سقا وزريغارة وهو إمام دار الهجرة عالم المدينة الإمام مالك الذي نشرح موطأه في هذا المسجد المبارك. تفهمنا نكمل هذا اللغة شدنا العلماء بوسع
تكلم عن خطورة الفتوى الإمام الآمدي في الإحكام، وتحدث عنه الإمام النووي، وتحدث عن ذلك الإمام الذهبي صاحب سير أعلام النبلاء، وتحدث عن ذلك الإمام القرافي صاحب الفروق، صاحب الذخيرة، كتاب الذخيرة. شحال لي باجين غادي سواقي قريناه وقاعد يحضرن امتحنوهم عدد الصفحات اللي قريناها. كتاب الذخيرة، يلا اجتهدوا. 5845 صفحة، 5845 باج في هذا الكتاب اسمه الذخيرة، من روائع الكتب في الدنيا، طبعا في مجال الفقه وفقه مالكي. أرنو الإمام ابن تيمية خاصة في مجموع الفتاوى أشار إلى ذلك كثيرا، وكذلك تلميذه ابن القيم كتب كتابا كاملا في الموضوع. ابن القيم واش من الكتاب نتاعو؟ إعلام الموقعين عن رب العالمين. معناتها راهي قلنا اللي يفتي راهي يستني في بلاصة ربي. خطير هذا الكلام، باش يقول لك اتونسيون فتوى واعره، يعني وين يدي يفتانا ما كان يستنيا تقول مكان ربي سبحانه. صافي دير دونجي معنى ما الصمد الله يبارك في الصغار بالصغار عادي، ماشي ذي العيبه ديال الله اعلم الله اعلم. فرد ان الملائكه كي نحكي ربي القران الكريم قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العزيز الحكيم. ولا عليم الحكيم، عليم الحكيم. فهمتوا يا جماعه؟ عادي تماما. صافي اولا تعريف الفتوى، ثانيا اركان الفتوى، ثالثا خطوره الفتوى. في الخطوره نقول حاجه اخرى، أن الفتوى ممكن تبني ممكن تهدم. الفتوى ممكن تجمع ممكن تفرق. الفتوى ممكن تجيب الهنا ممكن تجيب المحنة شوال، بروبلام قرة عادي. فتوى واعرة. ثالثا ورابعا وصلنا للموضوع علاقة الفتوى بالمجتمع تكر. وصلنا للصح دركو. الفتوى تسعى العلاقة المجتمع تحص تظهر هذه العلاقة في نقاط كثيرة منها النقطة الأولى الفتوى تبين الحكم الشرعي. معناتها الفتوى أخذ في الحكم الشرعي. فلو كثير مساجد نهضر كالأمثلة هذه بدنا نذكر شو دينا الفتوى الفتوى معناتها تفقند يعني الحكم الشرعي ذي تمثال ديوسان إبراز أو إظهار الحكم الشرعي في المسألة المعروضة. هذا المظهر الأول. المظهر الثاني ما هو؟ رفع الحرج عن الناس وحل مشكلاتهم. معناتها الفتوى السف والغاشيس الحرج ودست تفرض المشكلة. مثلا قد يسمى كيني ورزمير غران هذا غلوظو سوامان ضموظين كذا 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 كذا. أصلا الشرع قار تيمم ربنا فتيمموا صعيدا طيبا. أسفهم التيمم الحمد لله فرن غلا خطروني إلا ندي سبيطار 20 يوم ما رسين ضروح التيمم الظل يرتاح يتهنى. خاطر كل عنده في دماغه يقول لك نو انا لازم بالوضوء. ما كانش هذه نتاع الحجر وكذا. ربي قال بالوضوء بالماء وانت تقول لي بالحجر. لا ربي اللي قال بالماء هو اللي قال بالحجر. يعني بالصعيد الطيب التراب ولا الرمل ولا واش كاين. فتيمموا صعيدا طيبا كل ما هو صعيد. والنبي عليه الصلاه والسلام قال وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. شوف الحديث كيفاش يمشي مع القرآن. معناتها كاع الارض مسجد صلي هنا هذا جامع الله يبارك. اذا حكمك الحال برا في الفوسي صلي في الفوسي، صلي تحت الشجره في الرمل، صلي وين حبيت. المهم في مكان طاهر برك
هي ايوا اذا ما يقدرش يقوم قل صلي قائم، الحديث يقول صلي قائما، الا ما قدرش فجالسا. صلاة العاجز، المريض والعاجز راهي موجوده في الفقه. ونون الزمير هذه الزال سي في الدين، هذه الزال سي غيمي تفرا واحد عادي كي هو كي انت. ما تقولش انا صليت قائم صافي عندي باريم نتاع الحسنات كبير، نو، هو عنده عذر انتهى الامر. علاش قلت هكا؟ معناه الفتوى ترفع الحرج عن الناس وتحل المشكلات نتاعهم. لو فتحنا قوسا مهما، لو نظرنا في تاريخ الفقهاء المشرق لتعلمنا منهم الكثير، كيف كانوا يستخدمون فقههم من أجل حل مشكلات الناس. تفاضل مثل الإمام مالك، الإمام الشافعي، أبو حنيفة، الإمام أحمد، وكل الفقهاء كامل. مثغر التاريخ إنسان ممتع، تزهى تتمتع. علاه؟ يستخدموا الفقه نتاعهم باش يحلوا مشاكل الناس. كان يروى عن الإمام الشافعي أنه كان صار حتى الصباح، تنسب إليه وتنسب لغيره. كي قال له كيفه يعني، كان ضيف عن الإمام أحمد. المهم حكاية، قال لك راحت بنته ما عودش الوضوء ديريكت من وضوء العشاء صلى بها الفجر. قال له كيف هذا؟ هو الشافعي راك تقول باللي هو شفتو صلى بلا الوضوء. بعدين ساله وقال له يا بنتي، قالت له حكمك الرادار ما توضيتش؟ قال له ايه ما رقدتش، كنت حليت 40 مسألة من مسائل المسلمين. عنده ديسك دور طبعا، يفوت سكانير لابوراتوار، يخدم يتفكر قضايا الناس ويحلهم مشكلات 40 مسألة تهم المسلمين بين العشاء والفجر. بون نزيدو شي وقت العشاء نتاعهم وكذا، اكيد تعشاو اسيدي صافي شحال من ساعه تفرى 40 مسألة. حنا نتمناو ان الفقهاء والمفتين تاعنا يحلوا المشاكل، ماشي يجيبوا لنا مشاكل. خاطر ضيفوا المشاكل دير بومبا، دير قره، دير فتنه. ياما الفتوى دارت فتن، ياما الفتوى اتفضوا يرث السد ويثيروا، اتفضوا يروا ثمثان يري مولانا الدريانسان، يري الدوكال، يري الجيران. ماشي ذي الفتوى يديري ذو وين تيخدمان يخدميت غلط. فهمنا؟ اذن هذا هو دور الفتوى، اللي هو رفع الحرج عن الناس وكذلك حل مشكلاتهم. هذه مسألة في غاية الأهمية. هذا المظهر الثاني. المظهر الثالث للفتوى هو استخراج الكنوز المبثوثة في الكتاب والسنة. كاين كنوز في الكتاب والسنة تخرجها الفتوى، تخرج حتى الفتوى تمشي، يولوا الناس يعرفوا الفتوى، يفهموا قيمة هذاك الشرع اللي قال فيه ربي في سورة الجاثية الآية 18: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. نجمعة الخير الكنوز تخرجها الفتوى، لأن الفتوى استنباط، والاستنباط مبني على شروط أشرنا إليها فيما سبق في حلقة من الحلقات. ونحن نتحدث عن علم الأصول، أصول الفقه الإسلامي، يعطينا القواعد الكلية التي يعتمد عليها في استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. كما قلت لكم هذاك النهار، يلا نصاب الزكاة الذهب، شكون يقول؟ أحيانا نعود بعض المعلومات من باب المراجعة. ربي قال وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمن. وين جاية هذه الآية؟ وين جاية؟ واش من السورة؟ سورة لا، سورة الذاريات. رقم الآية خليوها درك كان يشوفها، راهي جاية. رقم الآية 56.
55 وبعدين آية 56 وما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون. الآية 55 أكد لي برك، الآية 55 من سورة الذاريات ديال المخي 55. الآية 56 وما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون، راجعها وقل لي صافي. الآية 55 راكم شهود. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. زكاة الذهب شحال زكاة الذهب؟ النصاب يعني، حبيت نقول نصاب. اختلف الفقهاء، واحد راه يقول 20 واحد يقول 85. يعني ما شاء الله، الله يفتح عليكم، بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذه رقية. 20 دينار ذهبي، هذا الذي ورد في السنة. النبي عليه الصلاة والسلام ما قالش 85 غرام، سي ليكيفالون تاعنا درك. منسى إن دا 20 دينارا. دينار رومي ممتاز، 10 على 10. والفضة الفضة شحال نصاب ينس؟ 200. هكا قالت السنة، قالت 200 درهم، ليكيفالون ما يعادله الآن 595 غرام. صافي كي تجاوب بالدقة. قلت لكم في يوم من الأيام يجوا واحد يسقسوا كما معنى السنة. الحلقات العلمية أنا هذا قلبي راه محروق، ماشي عليكم أنتم الله يحفظكم، على مستوى الجزائر. هذه المرة شفت واحد سقسيته في الولاية نتاعو، عندنا دعوة ناس يسكوا عندكم حلقات علمية، قال لي 0. طبعا سي با اون سيربريز، باسكو الحلقات العلمية ضعيفة جدا. وين نتعلموا العلم؟ ما نتعلموش درس الجمعة. درس الجمعة وعظ. هذا الكلام اللي قلت لك ما نقدرش نقول قدام الجمعة، ما نقدرش إلا هكذا برك سي دي ميساج. مي في الدرس العلمي هكذا راس للراس نحكيو، نذكروا أرقام الآيات، أرقام الأحاديث، إذا كان الحديث صحيح مش صحيح، طرق الرواية مش عارف ايه وكذا، نحكيو ونتعمقوا إلى آخر، نتعمقوا. هذا كل الآن تعرفوا. إذا واحد ممكن يعيش حياته كامل ويفهم باللي الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي قال 85 غرام، ما قالش هو 85 غرام ولا قال 595 غرام، هو قال 20 دينار. ودينار رومي بالنسبة للذهب الفضة قال 200 درهم فارسي. ونفهموا أيضا فكرة أخرى، النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفض علاقة الحضارات أو علاقة العطاء أو الأخذ والعطاء بين الحضارات، عادي. عمر بن الخطاب وكذلك فعل، اعتمد على بعض الأمور الديورة في فارس واعتمدها في الإسلام، في نظام الحكم وكذا، أقصد يعني في الجانب الإداري، في تنظيم الدواوين كما دل على ذلك كتب كثيرة، منها كتاب الحسبة وكتاب الأحكام السلطانية للإمام الماوردي. ما لقيتهاش سورة الذاريات، لقاها الآية 55. الآية 55 وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الآية 56 وما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون. صح؟ بارك الله فيك. فرات درك الآن قلت لكم ما كاينش وقت المراجعة، درك خلاص سي بون، راهي تكلاسات بيان، راهي سوا خاطر ممكن يبقى لي الشك فيها، ولكن الآن فرات. كون درنا الموطأ ما نديروش هكذا، يعني الموطأ اسمه نتقيد بالله هكذا، ما نتقيدوش، حر. يلا وين وصلنا؟ قلنا استخراج الكنوز ورحنا إلى الأصول. علاش رحنا للأصول؟ باسكو علم الأصول هو اللي يعطينا الأدوات، يقول كيفاش تروح الكتاب والسنة تخرج، ترى ماشي بسهولة تخرج أيضا. يلا كملنا وكاين خير كثير. الآن النقطة الأخيرة صافي، قلنا أولا تعريفها، ثانيا أركانها، ثالثا خطورتها، رابعا أهميتها ولا علاقتها بالمجتمع، خامسا مهمة هذه اللي هي شروط المفتي، وبها نختم. شروط المفتي كاين شروط كثيرة، منها الشرط الأول العلم بالأحكام الواردة في القرآن والسنة. ماشي شرط يحفظ القرآن،
ليس شرطا، بس لابد أن يعرف الأحكام. وقبل لك يكون أعطيه هذيك الأسئلة. يلا، حكم الربا وين جاي؟ الربا حرام. سورة البقرة الآية 275: وأحل الله البيع وحرم الربا. تحريم الضرار، ولا تمسكون ضرارا تعتدوا. سورة ريفيزيون خفيفة، سورة البقرة الآية 231. إعذار المعسر في الدين، سورة البقرة الآية 280، وهكذا. إذن نروح مباشرة. لا ضرر ولا ضرر، حديث خرجه الإمام مالك في موطئه في كتاب الأقضية رقم الحديث 31. إذن صافي، روح ابحث. وبعدين علم الأصول يعطيك الأدوات أخرى تفهم ما معنى العام، الخاص، المطلق، المقيد، دلالة الإشارة، دلالة العبارة، فحوى الخطاب، لحن الخطاب، مفهوم الموافقة، مفهوم المخالفة، دلالة الأمر، دلالة النهي. هذه كلها لازم تقراها وحدة. نعم، سيدي موديول تقراها، تقرا كيوث أبرا بعد اللوجيسيال يخدم وحده، يخدم كل ما جي فتوى يخدم لوجيسيال ويعطي لك. كما قلت لكم واحد النهار، كما لوردونس تاع طبيب يدير كونسلطاسيون، طاف يكتب لك 3 رماد، 3 أدوية، سي بون. مي ماشي هكذا برك يا جماعة الخير. هاو خدم كاع واش قرا وعطاه لك باش نفهموا. إذن الشرط الأول هو هذا، العلم بالأحكام والدليل في الكتاب والسنة. الشرط الثاني يعني العلم كاش ما لقيت سوا الحمد لله. الشرط الثاني إعمال أنواع الفقه. جاب ربي هذا ندخل فيه كلش داخل. الشرط الثاني فيه كلش. النوع الأول من أنواع، النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث، شكون اللي رواه؟ معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وكي نحكموا هذا الفقه نجبدوا ألوان الفقه. النوع الأول اسمه فقه النص، فقه النصوص. معنى كي تقرا النص في الكتاب او السنه تفهمه. ربي اذا كان قال الكلاله، ما معنى الكلاله في اللغه العربيه؟ يعني في معجم العين. معجم العين شكون داروا معجم العين؟ سؤال. معجم العين هذا من اكبر المعاجم في الدنيا قبل لسان العرب، اللي هو الامام الخليل احمد الفراهيدي. الإمام خليل بن أحمد الفراهيدي، الخليل بن أحمد الفراهيدي صاحب معجم العين. شو دينا الكلالة؟ الكلالة شو المعنيس؟ لا فرع ولا أصل، لا فرع ولا أصل. خذ هذا المعنى جبدو وديروا في شوف فهم النص القرآني، تفهم باللي الكلالة من يرث كلالة هم الإخوة من جهة الأم فقط، لا يرثون إلا كلالة. ما معنى الكلالة؟ إذا لم يترك المورث لا فرعا وارثا مطلقا ولا أصلا مذكرا. داكي شوية الضبط اللغوي، ماشي الأصل مطلقا، لا، الفرع مطلقا ولكن الأصل مذكر فقط. بمعنى ميم مثيون ورديجي الراويس، لا الراويس لا يسيس ولا لا تقشيشين ولا غراش، ورديجي لا بافاس ولا بافاس بافاس ما معالا. ودني غير الاصل المطلق. لو كان الاصل المطلق هذاك الشم يماس، هذاك الشم شيداس، كل حاجه مضبوطه بالقرايه يا جماعه الخير، تضبط. فهمنا يا جماعه الخير؟ وجي اسمه فقه النص. اذا قد فهمت مسليف. لذلك العلماء يقول لك من شروط المفتي ان يكون عارفا باللغه العربيه، يفهم العربيه. ايش تعرف؟ كنا غادي يهضر مستقبليت، لو كان سندير مثلا ثسهران ثسغران ثم قراحات، شكون يقول لي واش قلت؟ شو دينا اكثر؟ تقدير دينا لا تقديريت ممكن تجاوب غير تقديريت. لن اجيب، واجب منزلي. ثسهران ثم قراحات. وين ديو فان جواب هديني الثوره
مهيد يفرى السنج بعد 15 يوم ان شاء الله. صافي ما الا يولي يهضر تقبيلي قاليش تقبيلي يتعرف. هذه غير الايه قسمه ضيزه. هذا شو معنى ضيزه؟ شو معنى ضيزه؟ نغ الكلاقي دني نغ كل الايات ديوسان خاصه في الاحاديث. لذلك هذا شرط فقه النص وهي الشرط الاول. اذا العمل اعمال انواع الفقه على راسها فقه النص او فقه النصوص في الكتاب والسنه. الى نوع وايض الفقه وايض اسميس فقه الموازنات. فقه الموازنات الى يوزن الامور. الميزان يا كل حاجه ساعه الميزان غلا كل حاجه ساعه الميزان لا بد ان نزن. والمراد بذلك النظر الى المساله المعروضه بميزان الشريعه. لو بيمي توزن الايجابيات والسلبيات. هذا يؤخذ. نعطيكم مثال. ربي في الخمر مثلا يا اخي كاين الايه تقول يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما. يعلمنا القرآن فقه الموازنات. اللي يبيع الشراب يربح سير خير من اللي يبيع البطاطا دراهمه. ولكن ربي قال وإثم. واللي يقمر يدير الميسر كيف كاين اللي يربح دي فوا يربح دي فوا يخسر مي كاين اللي يربحوا. من بعد ربي قال وإثمهما أكبر من نفعهما. عطانا الميزان صح. هذه مرحلة من مراحل التحريم. يا أخي جات المرحلة الأخيرة وين الشراب حرام وين قالها ربي؟ في سورة المائدة. ممتاز. قل برك الآية وبعدين نسقسيو على الرقم. عاونوني برك الآية. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. هذه الآية جاءت في سورة المائدة. والرقم نتاعها شكون يسعفنا به؟ رقم الآية 90 سوا تلقاها في الصفحة اليسرى في آخر آية. تلقاها ثم الصفحة اليسرى. طبعا في المصحف الذي أقرأ أو الذي قرأت تلقاها يقينا. تحب نقول لك الطبعة نتاعها نقولها لك سهلة خاطر اللي الطبعات قد تختلف. ولكن في المصحف الذي قرأت فيه تلقاها تماما في الآية رقم 90. إذن الآية هذه قاطعة ولا لا؟ ربي سبحانه علمنا فقه الموازنات. وازن. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ثبت عنه كما قال الصحابة الكرام ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. هكذا صفي ذي الميزان. الله يبارك. فقه الموازنات نوازن بين الإيجابيات والسلبيات إلى آخره. وهذا أمر كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تحبوا. كاين آيات تدل على ذلك. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون إلى آخره. النوع الثالث اسميس فقه الأولويات. وش معنى فقه الأولويات؟ معناتها نقدم ما يجب تقديمه ونؤخر ما يجب تأخيره. ولا لا كاين الأصول كاين الفروع. نقدم الأصول على الفروع. أنا عامه إذا كان امرأة راهي أونسانت وحياتها مهددة بخطر الموت لافورتمون لا يجوز. ولكن هنا يجوز. علاه؟ تقديم حياة الأصل مقدمة على حياة الفرع. حياتها محققة ولكن حياة الجنين محتملة. كل شيء محسوب كل شيء شغل الاورديناتور اللوجيسيال يخدم. هذه الشريعة نتاعنا يا جماعة الخير بنينة حلوة جميلة جدا. ولكن لابد أن نتعب هكا نعرضوا عليها وتشوفوا بعد الخير اللي يستننا في هذا الشرع الحكيم. اتفقنا؟ يا الله. إذن تقديم الأصول على الفروع وتقديم القطعيات على الظنيات
وتقديم الكليات على الجزئيات، والمحكمات على المتشابهات. وقد علقنا على الآية 7 من سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، وشرحنا ذلك قبل حين. فهمتوا الميزان يا جماعة الخير؟ فقه الأولويات لابد أن يراعى من أجل تفعيل الفتوى وتحقيق مقاصدها في حياة الناس، وبذلك تخدم المجتمع. هذا النوع الثالث، فقه الأولويات. فقه طبعا باختصار، الفقه النوع الرابع اسمه فقه المقاصد. حذاري، فقه المقاصد، هي فقه المآلات. أنا عاميه الشريعة عندها مقاصد، نصوص في الكتاب والسنة دلت على مقاصد معينة، وهي مقاصد معتبرة لابد أن نعتبرها في الإفتاء، ولا بد أن ننظر إلى المآلات. أنا دخلتهما، ممكن نخلي المآلات وحدها ولكن ندمجهم. يلا، فقه المقاصد والمآلات. لمزيد من البيان راجعوا كتاب الشاطبي أبي إسحاق، كتاب اسمه الموافقات، الصفحة 140 أدروات على اليمنى، المسألة العاشرة تلقاها يقينا، الصفحة 140 المسألة العاشرة، يقول لك: والنظر في مآلات الأفعال معتبر ومقصود شرعا، ولكن هو ضبطه بالاستحسان، مراعاة الخلاف، كذلك الاجتهاد. ذكروا قبل في الصفحة 64 65 مربوطين هذولا، صفحة 64 65 66 أربطها بالصفحة 140 تلقى فيه خير كثير كيتحدث عن الاجتهاد. وقال لازم يكون في بطرق تحقيق المناط، تخريج المناط، تنقيح المناط. تلقاها في الصفحتين 64 65، روح الصفحة 140 وتلقى المسألة العاشرة أدروات، يقول لك: والنظر في مآلة الأفعال مقصود ومعتبر شرعا. كل حاجة مضبوط. نظر في المقاصد، والمقاصد فيها خير كثير، الوقت لا يسمح للتفصيل. أخيرا، فقه الواقع. فقه الواقع، مع انتهى لازم تعرف الواقع نتاعك. ولا واحد مفتي جزائري يروح يفتي في بلد آخر بلا ما نذكر بلد. ما نتكلموش على القطعيات، درك الفتاوى ماشي هذيك الآيات اللي ذكرتها قبيل هذيك محكمات. الأحاديث التي ذكرناها حديث المحكمة ما فيهاش كلام واضح، ولكن ما يتعلق بالنظر في الفتوى في قضية متعلقة بواقع الناس، لازم الذي يفتي في المسألة لا بد أن يكون عارفا بفقه الواقع، أن يعرف واقعه. لازم نغلا هاد يسيون سي فراد يحكوا ذاك تذرين النغ والله ما يزرع يطير أم بعد خير إن شاء الله. طبعا العقلاء يقولون هذا الكلام، ولا يمكن هذا الكلام لا يقبل إثبات العكس. ربحا للزمن أرشدكم إلى مراجعة ما ذكره الإمام أحمد بن حنبل في شروط المفتي. قال: أن يكون عارفا بأحوال الناس. هذا الإمام أحمد بن حنبل صاحب المسند. يلا، والإمام ابن القيم في الكتاب ذكرناه قبل حين، من يذكرنا بعنوان الكتاب؟ إعلام الموقعين. هذا الكتاب في الجزء الثالث تروازيام توم، في الصفحة الثالثة تروازيام باج أغوش في وسط الصفحة، واش قال؟ تغير الفتوى بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد. 5 روبير، 5 معالم ذكرها في كتابه القيم. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.